خلاص يا حبايبي، ده الشكل النهائي للبطاطس السريعه بتاعتنا اهي. بسم الله ما شاء الله. حبايبي اللي بالفيجيتار ودي العاديه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الجبنه يا حبايبي شايفين جواها عامله ازاي اهي ما شاء الله. بصوا الجبنه عامله ازاي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل وجبه عشاء سريعه وخفيفه خالص ومش مكلفه خالص. من 3 مكونات بس يا حبايبي هنعمل احلى وجبه عشاء الاطفال بيحبوها وكمان الكبار بيحبوها، سندوتشات او جنب اي حاجه نحطها. بسم الله ما شاء الله حلوه خالص. كيلو البطاطس يا حبايبي بجنيه، ده كيلو بطاطس معايا ومعايا 3 معالق او 4 معالق نشا يا حبايبي كمان، وحبه جبنه موزاريلا من المبشوره بتاعتنا اللي احنا عاملينها وشايلينها في الفريزر مع بعض. تعالوا نسلق البطاطس يا حبايبي الاول، وبعد سلق البطاطس هنشوف هنعمل ايه مع بعض ونمشي خطوه بخطوه انا وحبايبي مع بعضين. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه البطاطس الكبيره يا حبايبي كده انا هقسمها 2. بسم الله الرحمن الرحيم. غسل البطاطس طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين نضيفها ازاي اهي. بسم الله ما شاء الله. البطاطس السنه دي بسم الله ما شاء الله رخيصه خالص، فنحضر عشاء مع بعض ان شاء الله النهارده سهل ومش مكلف خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. هسلق يا حبايبي البطاطس، هضيف عليها الميه وهرفعها على النار وهرجع معاكم بعد سلق البطاطس نشوف هنعمل ايه. تعالوا يا حبايبي نشوف البطاطس بتاعتنا استوت خلاص اهي. خلاص كده مش ماسكه في الشوك اهي، كده معناها ان هي استوت. انا ما ضفتش ملح يا حبايبي ولا حاجه عشان البطاطس ما تتفتتش مني في السلق، فهنظبط ملحها ان شاء الله بعدين عشان لما نحط الملح في السلق بتتفتت مننا. هطفي دلوقتي عليها النار يا حبايبي وهستنى عليها شويه لما تبرد وهقشرها ونرجع نهرسها مع بعض ونمشي مع بعض خطوه بخطوه ان شاء الله. خلاص قشرت البطاطس اهي. تعالوا نهرسها مع بعض. الاول نضيف التوابل يا حبايبي. معايا هنا يا حبايبي حبه كركم وبابريكا، نص المعلقه كركم ونصها بابريكا برضو، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره برضو كمون اللي هو الكمون العادي بتاعنا، فلفل اسود. ده كل التوابل يا حبايبي او البهارات اللي هنستخدمها. طبعا يا حبايبي هي سخنه، لازم اهرس البطاطس وهي سخنه يا دوب كده هديت على قد ما نقدر نقشرها، بس نمسكها على ايدينا عشان ما نمسحش ايدينا. ما عندكيش الهراسه دي هرسيها بالشوكه مفيش مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الهراسه الساعده ديت تنعمها معاكي خالص، ولازم حبايبي تكون سخنه علشان تتهرس وتنعم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا حبايبي دلوقتي البطاطس نعمت معايا اهي. هنبدا دلوقتي نضيف يا حبايبي النشا عليها. النشا حلو ما شاء الله عليه يا حبايبي، بيخلي البطاطس تخلع معانا وحلوه كده. وهاجي في الاخر كده وهعمل تكايه معاكم بسيطه يا حبايبي كده. هحط بيضه مع البطاطس وحبه فيجيتار وهعمل بيها كام قرص كده. خلاص يا حبايبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل بيض انا دلوقتي. خلاص يا حبايبي كده هبدا اجرس البطاطس بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واقطعها يعني زي كده كور كده. بسم الله. اعملها كده وافتحها من هنا واروح مجوفاها يا حبايبي كده عشان اعبيها جبنه. الجبنه معايا يا حبايبي اهي انا بشراها. الجبنه اللي انا عاملاها على القناه بس مش فاكره هي نزلت ولا لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا نزل فيديو الجبنه. بسم الله. هلمها بالشكل ده كده وهرجع اكورها تاني. بالشكل ده يا حبايبي كده. عندي هنا ورقه زبده حطها في الصينيه اهي كده اهو يا حبايبي. لازم اعمل التجويفه ديت عشان اعبيها جبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. واقفل عليها تاني بالشكل ده كده. تبطيطه خفيفه كده بس اخفي الجبنه كويس جوا منها كده بحيث انها متبقاش ظاهره في التحمير معايا بالشكل ده. على ورقه الزبده برضو هنا هعمل معاكم كمان واحده يا حبايبي تاني، وبعدين اقطع باقي الكميه وارجع معاكم نحمرها مع بعض. اللي حابه يا حبايبي فيكم تلبس جوانت ما فيش اي مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم.
كمية الجبنة اللي انت عاوزاها حطيها، تزوديها تخفيها مفيش مشاكل، ما شاء الله هتطلع جميلة معاكي جدا بالشكل ده كده. خلاص يا حبايبي كده هقطع باقي الكمية وارجع معاكم نحمرها مع بعض. تعالوا يا حبايبي نبدأ نحمر كده في الطاسة بعد ما قطعت كمية منها. بسم الله الرحمن الرحيم. حبة زيت قليلة كده مش كتير. بسم الله. ارفع النار شوية لغاية ما تعلى الطاسة معايا. بسم الله. انا قطعت كمية حلوة يا حبايبي اهي. هخلص دي تحمير وهرجع اكمل باقي الكمية تقطيع. بس استنى دقيقة واحدة على الزيت لما يسخن في الطاسة تسخن بالزيت. بسم الله. تعالوا نشوف يا حبايبي كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط 3 وحدات يا حبايبي بس علشان ما يتزنقش مننا في الطاسة ويغلبنا. بالشكل ده كده. اهدي النار شوية عشان يستوي براحته. استنى لما ياخد لون ذهبي يا حبايبي من تحت وهقلب على الناحية التانية. نقلب من تحت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. ده لونه يا حبايبي كده من تحت. بسم الله. لو حاسين هو يضايقكم يا حبايبي في القلب وكده حطوا واحدة واحدة في الطاسة او 2 2. بسم الله. ده خد اللون الذهبي ده يا حبايبي كده من الناحية ديت وهياخد اللون الذهبي من الناحية التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلع طبعا يا حبايبي على مناديل المطبخ. خلاص يا حبايبي كده خد اللون الذهبي اللون بتاعه الجنب التاني اهو كده. خلاص كده. بسم الله. منديل المطبخ يا حبايبي هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم عشان نصفي حبة الزيت اللي حطاها بالشكل ده كده. نحط كمية تانية واحمرها يا حبايبي وارجع معاكم بعد ما خلصها تحمير نقدم مع بعض. خلاص يا حبايبي ده الشكل النهائي للبطاطس السريعة بتاعتنا اهي. بسم الله ما شاء الله. تعالوا يا حبايبي نشوف. وانا عملت اضافه من عندي يا حبايبي. ده اللي هو عملته كده ساده، لكن ده يا حبايبي جبت بيض صفار بيضه ورشيت على حبه ملح وفلفل اسود، وجبت حبه بقسماط ناعمه ودهنت بالبيضه ورحت عاملاه فيها كده ادى شكل تاني شكل جميل خالص. ده اضافه من عندي يا حبايبي اللي مش حاببها ما يعملهاش. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي عاديه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الجبنه يا حبايبي شايفين جواها عامله ازاي اهي ما شاء الله. بصوا الجبنه عامله ازاي طعمها جميل خالص. واللي حابب يا حبايبي يحط لحمه مفرومه فيها بدل الجبنه يحطها، يعملها ساده كده مفيش مشاكل. وبالهنا والشفا الحبايبي. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل الوصفات السهله السريعه.